المعنى الوحيد للسعادة يا جماعة هو براونيز الشوكولاتة الفادجي او الكيكي زي ما تحبوه. المهم جبت لكم وصفة النهاردة مستحيل تفشل معاكم، زي اللي بتاكلوها كده في الكافيهات او بتشتروها من محلات الحلويات، بتبقوا عاوزين تعرفوا ازاي معمول والقشرة الخارجية ديت ازاي متشققة وازاي القوام كده فادجي مع كيكي في نفس الوقت، ما تحسوش كده بتقل كده وانتوا بتاكلوه. انا متأكدة بعد الوصفة دي صدقوني هتنجح معاكم ولازما تعتمدوه. انا عن نفسي اكلته لناس مش بيحبوا الشوكولاتة زي اهلي كده، وما شاء الله تاني يوم صحيت ما لقيتش ولا قطعه من كتر ما هو جميل. انا استغربت ازاي ما بيحبوش الشوكولاته وكلوه، لا هو بجد طعمه يجنن. البراونيز لازم تجربوه. مبدئيا كده الوصفه بتاعت النهارده هنعتمد فيها الزبده. في وصفات بتتعمل بالزيت بس النهارده هعمله معاكم بالزبده. هنحتاج 170 جرام من الزبده، يعني كوبايه الا ربع، كوبايه الا ربع لما نسيح الزبده، لكن مش كوبايه الا ربع والزبده قطع فيها. حطيتها على نار تكون متوسطه لحد ما بدات تسيح، وسبتها كمان دقيقه او 2 ان الزبده تغير لونها مش تنحرق. لو انحرقت فكده الوصفه باظت. لازم تاخد اللون الكرمله الفاتح، وممكن كمان تستخدموها فاتحه عادي، بس لما بتعملوا الخطوه دي بتظهر طعم الكاكاو وطعم الشوكولاته، بتكون كده في نكهه، عارفين الحاجه مستويه يعني. وعاوزاكم تخلي بالكم لان الزبده من الدهون اللي بتنحرق في ثانيه، فما تسيبوهاش على النار كتير. كده كوبايه الا ربع. هنجيب بقى 200 جرام من الشوكولاته. انا مستخدمه ميكس ما بين الدارك والشوكليت الحليب، لكن احنا ممكن نستخدمها كلها دارك عادي بنسبة 60% او 50 60 70، ما تزودوش عن كده علشان ما تبقاش مرة قوي وطعم الكاكاو يكون فيها عالي. وحطيت عليهم نص كوباية من الكاكاو الخام اللي هو مش محلى، الكاكاو الخام. ويفضل ما تستخدموش الاسباني لان الاسباني لونه غامق وتركيز الكاكاو فيه عالي قوي، فهيطلع لكم البراونيز ممررة شوية. فاستخدموا اي نوع كاكاو خام بس مش اسباني، سواء ماليزي او اي نوع. ونقلبهم بقى مع الزبدة والشوكولاتة والكاكاو، كده 3 مكونات في الاول ونسيبهم يبردوا. انا نزلت الزبده سخنه فسيحت الشوكولاته. الخطوه الثانيه هنجيب بوله ونحط فيها كوبايه ونص من السكر، كوب من السكر الابيض اللي هو العادي ونص كوبايه من البني. طيب يا ندى انا مش متوفر عندي البني. هتجيبوا السكر وتحطوا عليه معلقتين من عسل الاسود او دبس التمر او دبس الخروب او دبس السكر، ده كله ينفع، بس العسل الاسود هو اللي متوفر في كل البيوت. وكده يكون جاهز عندنا احلى سكر بني في البيت. هنحط عليهم بيضه كبيره ونقلب المكونات دي مع بعض. انا مش هستخدم المضرب الكهربائي، هعتمد على قوة ايدي في الضرب، فهنزود سرعة ايدينا زي ما انتم شايفين لحد ما لون السكر يكون بني فاتح. ده بفضل السكر البني اللي احنا حطيناه. طبعا هو فايدته في البراونيز ان هو بيدي طعم جميل وممكن نستغنى عنه. ممكن نحط كل الكمية سكر ابيض مش هيقول لا ولا الوصفة هتبوظ، فممكن تستبدلوا ده او تحطوا كله سكر ابيض. المهم حطيت البيضة التانية وزي ما انتم شايفين بقلب كتير قوي. احنا ممكن كنا نستخدم المضرب الكهربائي من الاول ونحط البيض كله مرة واحدة ونقلب يعني لمدة 5 دقايق او 4 دقايق، تلاقوا القوام بقى زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. بس انا حبيت اعملها كده علشان خاطر الناس اللي ما عندهاش مضرب كهربائي. ده بعد ما زهقت بقى حطيت شوية من الفانيليا السائلة علشان نكهة الزفارة، وبدأت ان انا يعني اشم الريحة كده، هل ريحة زفارة ولا ريحة فانيليا؟ فلقيتها ريحة فانيليا خلاص. فايدة ان احنا نقلب كتير كده، ولازم قوام البيض يكون فاتح وعالي شوية. هي تعتبر من ضمن العوامل اللي بتخلي قشرة البراونيز ظاهرة من فوق، وكمان يعني يطلع معانا هش كده مش مكتوم، اللي هو نقلب بمجرد البيض يتقلب وخلاص. فهمتوا؟ فانتوا لازم تعملوا نفس الخطوات اللي انا بعملها. جبت خليط الشوكولاته بعد ما برد تماما، ما ينفعش الشوكولاته تكون سخنه وتنزل على البيض. هنقلبهم مع بعض. وانا عاوز اعرفكم ان المكونات الاساسيه او البيزك بتاع البراونيز الشوكولاته والزبده والكاكاو والدقيق والبيض، هي دي المكونات الاساسيه في كل الوصفات اللي في العالم، ما يقدروش يغيروها. ممكن بقى نحط بيكنج باودر عشان لو احنا عاوزينها كيكي شويه. ممكن نحط بقى الفانيليا عادي، في ناس بتحط قهوه. يمكن الفرق الوحيد ما بين كيكه الشوكولاته والبراونيز هو الشوكولاته نفسها. احنا مش بنحط شوكولاته في كيكه الشوكولاته. يا رب تكونوا فهمتوني. اهم حاجه دلوقتي الدقيق بقى. انا زودت كوبايه من الدقيق، معانا ان احنا نزود نص كوبايه بس لو عاوزين البراونيز فادجي جدا. انتوا اكيد تعرفوا يعني ايه فادجي، يعني تحسوه كده مليان شوكولاته واكنه ني شويه، بس هو ما بيبقاش ني، هو بيبقى مليان كده شوكولاته من النص وبيبقى فظيع وجميل جدا. القوام النهائي بتحسوه ان هو تقيل شويه لان نسبه الدقيق فيه عاليه
عارفين لو انا حطيت نص كوبايه كان هيبقى سائل عن كده شويه. المهم حطيت رشه من الملح وربع معلقه، لا حطيت نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، ده اختياري، وشوكليت شيبس نص كوبايه. البيكنج باودر اختياري ليه؟ عشان انا عاوزاها كيك. لو انتوا عاوزينها فادجي ما تحطوش بيكنج باودر، بس اللي هيجرب وصفه النهارده هتطلع معاه الاتنين، لان انا موازنه ما بين الزبده والشوكولاته والدقيق، فباذن الله هتطلع معاكم طريه وفي نفس الوقت كيكي كده. هنجيب صينيه مقاس 26 في 26 او 25 في 25. هي بتاعتي مقاسها 26 في 26 مربعه بالظبط. ممكن تعملوها اقل من كده اللي هي 20 في 20 او 22، بس هتطلع لكم القطعه صغيره او القطعه عاليه. عارفين الكيك هيبقى عالي كده وهتبقى جميله جدا، بس هو ده المقاس المتوفر عندي. ممكن تعملوها صينيه مدوره، اي صينيه عندكم، بس ما تكونش كبيره قوي تناسب حجم الخليط اللي انتوا عاملينه. واخر حاجه هحط قطعه من الشوكليت شيبس او اي نوع شوكولاته عندكم، بس اهم حاجه تحطوا ورقه زبده في الصينيه ايا كانت الصينيه ايه، علشان لما تطلعوه هتلاقوا ان هو طري شويه هيلزق في الصينيه. فالبراونيز من الاساسيات ان انتوا تحطوا فيها ورقه زبده يا جماعه. واحنا بنصب البراونيز في الصينيه وبنحط الشوكولاته نكون مشغلين الفرن اوريدي على حراره عاليه لمده 10 دقائق او 15 دقيقه ربع ساعه. بعد كده نهدي ل 175 او 180 اللي هي تحت المتوسط بحاجه بسيطه، يعني تحت ما بنعمل الكيك كده بحاجه بسيطه. هياخد معانا 25 دقيقه بالظبط. البراونيز لو قعد اكتر من 30 دقيقه الجوانب بتاعته هتنشف معاكم وهتلاقوه جلد وهتلاقوه نشف كده، يعني حاجات كتير هتحصل. بس المهم تسيبوه 25 دقيقه هتلاقوه كده شقق من فوق وطري كده وجميل بجد، يعني ريحته تجنن. بعد ما بيدفى بنسيبه يدفى شويه صغيرين، يعني 10 دقايق كده، وبعد كده بنشيله من الصينيه ونبدا ان احنا نقطعه زي ما انتم شايفين بالطول. تحسوا كده انكم بتحطوا يعني السكينه في الحلاوه. انا بجد كنت مغريه قوي بالمنظر وانا بقطع. عاوزاكم تقطعوا بقى البراونيز نفس ما انا بعمله كده لو مستخدمين صينيه مربعه او مستطيله، عشان لما بتيجوا تشتروه من بره بيكون نفس الشكل ده. اول قطعه دي يا جماعه انتوا ما تتخيلوش، يعني انا كلت منها على طول ما قدرش ان انا اصبر. والقطع اللي بتكون في النص بتكون فادجي اكتر من الاطراف. هي الاطراف دايما بتكون فيها قرمشه شويه، بس من جوه بتكون طريه وكيكي. يعني الوصفه دي انا معجبه بيها جدا جدا، لاني بحب ان انا اكل الكيك وفي نفسه يكون طري. فهمتوا؟ هتشوفوا القوام لما تشوفوه دلوقتي. سوري يا جماعة بجد على المنظر المغري اللي انتوا بتشوفوه دلوقتي، مش بايدي، يعني انا زيكم عاوزة اكل منه دلوقتي حالا. فاكرين كده لما حطيت نص كوباية من شوكليت شيبس او شوكولاتة المبشورة او المقطعة في قلب خليط الكيك؟ هي بتكون زهرة بقى وبتكون سايحة، ويا سلام بقى لو قطعتوه كلتوه سخن هتحسوا بيه كمية سعادة. اتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم. تكتبوا لي اي سؤال في الكومنت وتحطوا لي لايك للفيديو علشان خاطر انا تعبت فيه والفيديو يترفع برضو. هعتبره بمثابة شكر منكم ليا. اشوفكم على خير في فيديوهات تانية. باي باي.